ازاي الاي اي بياخد قرار انه يرشح البراند؟ يعني لما العميل بتاعك بيسال تشات جي بي تي او جيميناي او بربلكسيتي سؤال متعلق بخدمتك، ايه اللي بيحصل وازاي تستفيد من ده في ظهور البراند بتاعك في الاي اي سيرش؟ عندنا 4 مراحل اساسيه بتحصل عشان الاي اي يعطي اجابه في النهايه. اول حاجه الكراولرز او الزواحف بتاعه الاي اي بتسحب المحتوى من اكثر من مكان وتحوله لصيغه موحده، بعدين بتقسمه لاجزاء صغيره اسمها تشانكس. كل تشانك بتتحول لارقام بتمثل معنى، مش كلمات وانما بتمثل معنى، اللي هي الامبيدنجز، وبعدين بتتخزن مع ميتا داتا معها مصدر التاريخ الكيانات او الانتيتيز الموجوده في التشانكس دي. ثم لو الموضوع محتاج بحث، الاي اي بيستخدم ما يسمى بالراك سيستم، وده الميكانيزم الحقيقي وراء كل اجابه الاي اي سيرش بيقولها. ال LLM لوحده ممكن يهلوس، الراج سيستم هو اللي بيربطه بمصادر حقيقيه. يعني ظهورك في الاي اي سيرش بيعني انك جزء من الراج بايبلاين، وهنا بيظهر أهمية مرحلة الريتريفل. الريتريفل هو إن النظام بيجيب كانديديتس كتير وبيعمل ري رانكينج للكانديديتس دي بناء على المصادر الفريش والكريديبيليتي الموجودة في الويب، وكذلك عوامل زي وضوح التشانك دي والريليفنسي بينها وبين الانتيتي اللي بتخدمها. وعليه ففي جوجل انت بتتنافس على الرانكينج، بينما في الاي اي سيرش انت بتتنافس على الريتريفل. في جوجل في بيج 2 بيج 3 وهكذا، يعني لو ما ظهرتش في البيج 1 في احتمال انك تظهر، بينما في الاي اي سيرش يا اما ما تظهر يا اما ما تظهرش. واللعبه في جوجل ازاي اتفوق في السيرب او في نتائج البحث، لكن في الاي اي سيرش ازاي اخلي الاي اي يفهم محتوايا ويسترجعه بشكل كويس. طب ايه اللي بيخلي الاي اي يفهم المحتوى بتاعك؟ من وجهه نظري في 5 عوامل اساسيه، في حاجات كتير لكن دول ال5 الاساسيين. منهم الانتيتي كلاريتي، يعني ايضاح المعنى المستهدف بدون لف ودوران وبدون مقدمات كتيره، to the point. تاني حاجة هي الفاكشوال density، يعني نسبة الحقائق في المحتوى بتاعك مقارنة بالحشو الموجود فيه. تالت حاجة هي الشانك اوبتمايزيشن، كل جزء مفهوم لوحده وقائم بذاته، يعني مش محتاج تقرأ المقال كله علشان تفهم المعنى اللي انت عايز تقوله، انما كل باراجراف مثلا قائم بذاته، مش محتاج تقرأ كل المقال علشان تعرف هو يقصد ايه او انت عايز تقول ايه. رابع حاجة الانتنت الاينمنت، يعني كل صفحة بتتناول نية بحث واحدة أو سؤال واحد، مش all in one، ويكون المحتوى في الصفحة متوافق جدا وإن لاين مع الانتيتي أو السؤال اللي أنت بتستهدفه. خامس حاجة الكلين ستراكشر، يعني في هيكل في الصفحة واضح يقدر يساعد الاي اي يتنقل في الصفحة ويعرف الريليفنسي بين ما هو اكبر وما هو اصغر، يعني H1 H2 H3 بس بمعنى اخر يعني. وطبعا ما يكونش فيه نويزي امبيدنجز او محتوى غامض ينتج عنه فاكتورز مشوشة، ما فيش فيه كونتكست فراجمنتيشن، يعني المعلومة مش متفرقة وانما مربوطة ببعضها بشكل كويس، لان الاي اي زي ما قلنا بياخد شانك واحدة بس، وبالتالي مش المفروض يكون في ميسنج كونتكست بيربط المعلومات ببعضها. وهنا نفهم ان الكونتنت ما بقاش بيتنافس على الرانكينج بقدر ما بقى بيتنافس على الاندرستاندينج، يعني الفهم. والشركات اللي هتفهم ده بدري هي الشركات اللي هتاخد الاورجانيك جراث استراتيجي بتاعتها في مرحله ممتازه جدا، مش لانهم اكبر لكن لانهم اوضح واكثر قابليه للفهم. ملحوظه الكلام ده مبني على دوكيومنتيشنز من اكثر من اي اي موديل، وممكن يكون في اختلافات بسيطه بينهم، الا ان انا حاولت اعمل بروبوزل كامل كده يجمع الاساسيات للاي اي مودلز كلها بناء على اللي فهمته من الدوكيومنتيشنز بتاعتهم. الفيديو الكامل على القناه بيشرح الموضوع ده بالتفصيل الشديد جدا، تقدر تشوفه في البايو، وشاركني رايك في التعليقات لو متفق او مختلف، احب اسمع رايك. وشكرا لحضرتك، السلام عليكم.